احنا نشوفه بالتصوير قاعد، هذا ما يريد يقتل، هو عنده رشاشة بس ما يريد يقتل مبين. اجا ذاك قتله، اخذ السيارة وهوس عليه وسوى. احنا مليار مطلبنا، والمليار ما يسد دمع ابننا، ما يرجع اصبع من عده. فصلنا واضح 150 مليون. انت من جيت وكتلت وتاخذ الرشاشه وتهوس عند راسي، هذا شويه زحمه. اذا انتم تقبلونها والله العظيم احنا من رخصه عمي ابو جبار هاي طايحه جو الفراش. انت على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. اخوالي السراي عموما، اني ما اريد اعرف نفسي، كل السراي يعرفوني لان انا سيد محمد الياسري وابن اخت السراي. واليوم ويا ويد الكوت محولين على اهل بغداد في عموم العشاير، ما نخصص بس السراي، احنا اليوم خطار على الجميع ان شاء الله. واحنا جايين من الكوت لاصلاح ذات البين، وانا ما اريد اطول عليكم الكلام. اقول اللهم استر امه محمد واستر هاي العشيرتين الكريمتين، اللهم بينهم بالاصلاح، اللهم بينهم بالاصلاح، اللهم بينهم بالاصلاح. وافضل اعمال الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على افضل الاعمال الصلاه على محمد وال محمد. حجينا تريح، تعال حجينا. انا بخدمه الساده جميعا، بخدمه الحضور، واحنا نسال الله ورسوله ان يحفظ هذا الجمع الكريم، ساده ومشايخ ووجهاء. ونأسف لهذا القدر اللي رهم بين اخوتنا البخليفه واخوتنا السواعد والشيوخ السواعد وجهاء السواعد ورؤساء السواعد، متألمين على هذا القدر اللي رهم. ولكن القدر يرهم والشيطان موجود، واحنا اليوم هاي الوجوه الموجوده الله سبحانه وتعالى بالايه الشريفه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معهم اشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا القدر من رهم. انا اقدم شكري جزيلا يعني بدايه للاخ ابو حيدر وخال ابو سعد وكل شخصيات البخليفه وشخصيات سراي، لان احنا ببدايه الحادث انا وشيخ عباس الموزاني وابو اركان الدراجي ومحمد بن حج حسن بنفس اللحظه اللي رهم بها القدر. رجل الشيخ نجم ابو مصطفى خابرني قال لي: سيد احنا يعني وقعنا ويا اخوتنا واخوال ولدنا واحنا عائله ومتلابسه والقدر رهم، فاحنا جينا بساعه الحادث والناس قدموا لنا الطيب وقدموا لنا المعروف وبنفس اللحظه انطوا عطوه. وانا اقدم شكر جزيلا لاخوتنا كلهم اللي حضروا الحادث. وبعدين ورا الحادث الشيوخ السواعد الشيخ وهاب وشيخ عبد العباس بن حمود، الناس بدأوا يتابعون الامر، وان شاء الله اليوم حضرت ساعه الرحمن. واخوتكم السواعد يا ابو جبار خالد العزيز، اخوتكم جايين وجايبين هذا الجمع المبارك وبقياده الساده وبقياده المشايخ هاي الافاضل، تشريف لكم ومتألمين على الحادث اللي وقع بيناتكم. اي والله. وانا اختم الحديث بالصلاه على محمد وآل محمد. الساده بيت محمد سولفوا وافلحوا، وان شاء الله حكيهم برضا وباصلاح للجميع. واليوم عشائرنا العراقيه الاصيله محتاجه للتكاتف وللحمه الوطنيه. احنا اليوم ما ندافع على واحد مسيء، وانما ندافع على حموله على عشيره وتجاه هاي المشايخ والجاويد كلها بخدمه خواننا سراي. احنا اليوم احنا ما نرضى وندين ونستنكر هاي العمليه، عمليه مشتهى يرفضها العرف والقانون. واليوم كل فصل وله عنوان، واليوم قضيتنا واضحه. واليوم جايه اعلام العراق، مشايخ العراق، جاويد العراق، واليوم السواعد برؤسائها من شيخ عبد العباس، من شيخ وهاب، من شيخ ابو مصطفى، والما اذكر اسمه هم يعذرني، وعلى راسنا سيد رسمي وسيد صادق وسيد احمد بن سيد رسمي، جايين على رضا الله ورضاكم، والغير تشيلونه تحطوا له مثال معروف. وانا خادمكم حج رعد المحمداوي. خير ما نفتتح به كلامنا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم،
واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام قدوتنا وشفيعنا، وإحنا كلنا سلف واحد وعشيرة واحدة، ورئيسنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يقول اعف عن من ظلمك كما تريد الله أن يعفو عنك، فاعتبر بعفو الله. خوالي السراي، خوالي البخليفة، اليوم اخوتكم السواعد قبل كل شيء يقدمون اعتذارهم واسفهم على هذا الحادث اللي صار وتسببه شخص ما سببته هاي العشيرة العريقة، ويقدمون اسفهم واعتذارهم على هذا الشيء خوالهم، وجايين ناقلين هاي السادة والياويد وجميع اعلام بغداد الرضاكم وانتم اهل المعروف. والسلام عليكم ورحمة الله. خادمكم سيد احمد سيد كامل الدنيناوي. عمامي السراي، اولا نعزيكم ونعزي انفسنا بهذا المصاب الجلل. والله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. هذه من مصائبنا اليوم اللي ابتلينا بها، قتلنا مستمر ونزاعاتنا مستمر، ونسأل الله أن هاي الشوادر ما تندق على فرح، تندق على شيء، لكن ما تندق على دموم وتندق على قتل ويجي فلان وفلتان ونتكلم وصلاح وإحنا ندور بنفس الدوامة وندور بس بالقضية. خوالي عمام السراي، الشاعر يقول: مو كل من بنا لمضيف يكسر على الواد مفي، ولا كل من فرش الأصماط يتوصف بحادم طي، ولا كل من يشيل السيف من نزل متلتي. الحومة تعين راعيها، والله وبالله الحومة معينة رؤساء السراي وبمواقفهم وبطيبهم وبنبلهم وبأخلاقهم، وانتم سرتوا بمسيرة المعروف وماكو فصل إذا ما بي شخصية من شخصيات السراي. نرجو من الله عز وجل على الرغم أن هذه المصيبة كبيرة أن تضع الشيء في موضعه، وأن تنظروا للخولة والعلاقة الطيبة بينكم وبين السواعد اليوم المتمثلة بهاي العشائر الجليلة، وإن شاء الله عز وجل يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نكتفي بكلام السادة تكلموا وبارك الله فيهم وبارك الله بالحضور وبارك الله كل من حضر ووصل وقعد بمكان غير مقامه. الله سبحانه وتعالى محفوظ مكانه ومحفوظ مقامه لأنه جاي للستر. السراي بارك الله بيكم وبارك الله بفعلكم وبارك الله بمجهودكم، أبديتوا المعروف من أول لحظة، من أول لحظة أبديتوا المعروف إن شاء الله، وكلكم معروف وكلكم إنسانية، وانتم جميعكم إنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستركم ويحفظكم ويدفع عنكم البلاء والقضاء بجاه محمد وآل محمد. نرحب بسادتنا الأجلاء وشيوخنا الكرماء والياويد، كل الياويد المنقولة وكل خطوة بألف هلا. يا مرحبا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ويا مرحبا بكم وكثير الهلا. أنا نيابة عمي وشيخي وتاج راسي عمي أبو جبار قدوتي وقدوة البخليفة وفريضة من فرايض السراي، كل كلمة ينطقها علي أمر وعلى كل البخليفة القاعدين، ونرحب النوب مرة ثانية بأخوتنا وعمامنا السراي الجايين. الحقيقة احنا مرات المشكلة اللي نواجهها ما تنقل لنا القضية بما هي، مع احتراماتي وكل تقديري للساعدي من سولف سالفته، يمكن سولف بس الإله والخليفاوي كذلك من سولف سالفته إنه حشاننا بس الأشياء اللي تثبت حقه. القضية ما بيها يا سادتنا الأجلاء، قبل كذا وقت الخلاف صار بين الخليفاوي وبين الساعدي، والساعدي ابن اخت للخليفاوي، صار في مكان محدد في مكان عملهم، وطق خاله وخلاه يمكن فد 10 12 خيار سلام الله على 12 براسه. هذا اتبع الاشياء اللي يجب عليه ان يتبعها، وداله خير وداله جيران، بويا انت ضربت خالك اللي نترجاه من عندك توصلنا طيب خواطرنا. حتى طيبة الخاطر مرات تصير يمكن بشربة شاي، ومرات تصير طيبة الخاطر بأهلا وسهلا وحياكم الله وفي مال الله، يمكن هذا طيبة الخاطر. هذا ما سواه سعدي. هاي القضية تطورت من انت طقيتني ودرت وجهك ورحت بقيت كذا وقت، صارت اكو فد احتقان اللي بين الساعدي وبين الخليفاوي، الساعدي والخليفاوي جوارين
ولد اخت خالو ابن اخت اكو بيناتهم رحم، عملهم متقارب بعضهم مع بعض الى ان وصلنا لهاي القضيه. هسه من وصلنا لهاي القضيه مو اول مره صايره. قابيل قتل هابيل، القتل قائم منا لظهور الله فرجه وسهل الله مخرجه، مو تمام؟ مو هيك لا، بس اكو اصول بي، يعني هسه انت اليمن تسابقا، يمنا ساعده غلبت يمنا الخليفاوي، هذا فخر لك انت، المهم امتاز بيه بينك وبين نفسك، لا تخلي طريقتي وشخصيتي وكرامتي. انت من جيت وكتلت وتاخذ الرشاشه وتهوس عند راسي، هذا شويه زحمه. اذا انتم تقبلونها والله العظيم احنا ها من رخصه عمي ابو جبار هاي طايحه جو الفراش. انت كتلته ما تجي عند راسه، هاي زحمه علينا. فهاي وحده. اثنين هسه من انتم من واحد يقابل الاخر، الثاني خليه يصير خير، يتكفى الشر يلعن الشيطان وهو يذكر الله. 3 رشاشات تثور عليه، شنو معناته؟ شنو هذا الاحتقان الصاير؟ شنو العداوه اللي صارت؟ على يا ايمان قتلت هاي نفس. من قتل نفسا بغير ذنب كانما قتل الناس جميعا. نبينا بالرحمه يقول انا عندي اهون من توقع صفحه من الكعبه ولا يروح دم مسلم. ليش هيك احنا؟ الى متى نبقى؟ هسه انا ما اقول لك هاي اخر قضيه ولا اخر قتل، القتل مستمر مثل ما تفضلت وقلت لكم بهذه القضيه، بس يجب علينا ان شويه تخلينا فد شويه فد رادع. احنا حبينا نسوق هاي المقدمه حتى للاحترامات الشديد اللي ما واصلت هاي الفكره، هاي الفكره اللي صارت. فعمي احنا عندنا مطلب ابويا جزاك الله خير، وهذا المطلب عمي ابو جبار موجود، واللي هو يقرره احنا وياه الاول والتالي، واترك الحديث له واختم كلامي بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. مصلي على محمد. وبارك الله بهم، وأثنوا الشيوخ وسولفوا وعلى راسي، وكمل أبو حيدر ابن تولة وسولف وعاتب، وإحنا العتب صراحة كل هذا بصدورنا، ترى صدورنا من هذه الشتل مليانة دم. شلون مليانة دم؟ لأن هذا اسمك سراي، اسمك يسرب دمك. أنا أكت لك وأخذ رشاشتك وقبلها أطق. مرات الإنسان رئيس القبيلة، رئيس الحمولة، رئيس الفخذ يتلاقى عدة عشيرته مثل ولده، بدل ما تتوسع وتصير دم وتاخذ العزة بالإثم، يودي ناس تاخذ عطوة، والناس المقابلة لا أهل مادة ولا أهل فلوس ولا أهل كذا. طقق الخليفاوي السراي، احنا نقول السراي ما نقول الخليفاوي ونخص اختصاص، احنا واحد مثل الشرياني ويمشي بيه دم. طققه ما ودع عليه على العطوة. النوب اجا يابا تعال خذ عطوة، قال لا. السراي مو ضعيف بس يدور ستر ويدور المعلقة ويدور الخولة، خلاه وهو خاله خلاه دمه خر وراح من يمه. ورا فترة النوب جاب له ناس احنا نشوفه بالتصوير، قعد هذا ما يريد يقتل، هو عنده رشاشة بس ما يريد يقتل مبين. اجا ذاك قتله، اخذ السيارة وهوس عليه وسوى. احنا هذا السراي كنا صاير عندنا زعل، والا ما الشتل يصير والتسليب يصير والنهب يصير والعفة يصير، بس الانسان من توصل للعظم والله نزعل. هسه انت تدق باب بصفك تلقاه ساعدي وهذا سراي، احنا متجاورين والخال وابن اخته ومتواددين من البصرة الى الفاو، بس كل شيء وإله، كل شيء وإله. احنا والله كسراي زعلانين، كنا زعل كبير وزعلنا ما يتحمل. احنا مرات عندنا حج رحمة الله يرحمه ابن ذيلي، من يتعاركون اثنين إلى ولا عليه، قال له اركض بويا يجيب لي عطوة، ما يعرف العطوة تاكل بشر. والله هالشيء خربت. ذاك اليوم اكو سيد ماخذ له 1,000,000 من السواعد يقولهم انا موزعها مطي 500 لابو فراس و500 لفلان، كون يقوم يجدي ولا يقول هيك حكي. احنا اليوم بالنسبة لنا والله العظيم مختاضين
واحنا مو ملك، لا ملك سراي ولا ملك بخليفة ولا ملك حبشية، احنا ملك المجتمع كله. بس اكو شيء يطخ بالعظم يغيظنا، واكو شيء لا والله الشتل يصير 5 و10 اللي يتعاركون يتقاتلون. بس هيك من يسوي والله من اشوفه بحظ بختي ذاك اليوم من شفت التصوير حتى عشاء ما تعشيت. واحنا اليوم جايين انتم، احنا لا اهل ماده قويه وننظر كرامه وننظر السراي. انا من رخصتهم بخدمتهم، ذاك ابن مهاوي وهذا ابن شياع وهذول كلهم السراي على راسي، وابو جبار هاش شايبنا وعمنا، احنا حاضرين وبالخدمه. شنو اللي تريدونه يصير ان شاء الله. وخل واحد وين ابو سعاد؟ تعال اطلب فصل اخويا وتوكل بالله، بعد عتب لا تعاتب ولا كذا، احنا سولفنا وانتهى الموضوع. والسلام عليكم. لان عمامنا سواعد ما اريد اعيد السالفه مره ثانيه، لان ضربونا زلمه وبقى نايم بالمستشفى 4 ايام بالجمله العصبيه، 15 شاط براسه. هو ابو مصطفى الله يطول عمره موجود ما موجود؟ موجود ويسمع صوتي، ووصلها الى الكسر العظم، وهو سبب الاوحد. وانا امام الله وامام البشر كله هو اللي يتحمل المسؤوليه من اولها لا تاليه. رئيس العشيره لازم يفتح صدره يودي العالم يوصلون الخليفاوي الطينه. لا بس خلينا للتوضيح رحمه لابوك للتوضيح. انا غلام ابوي. احنا من واحد يريد ينسى، احنا عندنا في درخ من خصته في مجالات تتوتر. اول مره انتم عندكم شروط بالفصل. نعم انا جاي كانت شو تريد تطلب فصل؟ احنا عندنا اسمع اكو سجناء واكو بيوت جيرانهم، خلصوا هاي والماديات. وابو جبار موجود سهله. البيوت موجوده، البيوت جيران الخليفاوي ممنوع منعا باتا يرجعون لهم السواعد. ابو الذنب كل واحد مشترك بالقضيه، منا يوم تصفى قضيته ذي الساعه من الدوله ويطلع ذي الساعه وهو طلع بريء. تمام لو لا؟ هذا احنا مثل ما يقول يعني هاي خطوط حمراء. منا يوم تصفى قضيته من الدوله طلع افراج ما عنده شيء. الله محمد وعلوه. مو القاتل يا بس انا مو جاي انتم تعال منعج يا ابويا. بقوا القتله المشتركين بالقتل 4، هذول بالنسبه هذول خطوط حمراء عليهم، لا تنازل ولا يرجعون لبيوتهم مستحيل. اسمح لي لا اسمح لي لا مو واحد. احنا ليش ندخل بالجدل؟ احنا هسه الفيديو موجود خالي، الفيديو موجود. اسمح لي الفيديو موجود وشوف ايش كثر مشتركين بالقتل. 6 8 مشتركين، سيارتين جايين هم كلهم مشتركين بيه. الدولة تحقق انت بريء الدولة تطلعك. تمام لو لا؟ انت مو بريء الدولة تحكمك. تمام لو لا؟ واحد ضربه طلقة وابن ختمه طقه هنا بيمن طقه باربرين مال الحديد، وذولاك يرمون عليه. هم الموجودين 8 3 مهزومين، هسه 3 عليهم القبض مهزومين، ابن ختنه و2 وياه، و6 موجودين بالسجن. احنا مو دولة. تمام لو لا؟ الدولة يا تصفي قضيتها ويطلع الله محمد وعلوية. نعم لا تالف على كل ما المهم جابتها الدولة وسلموه ما سلمته. قلتوا 5 مسلمينهم، لا احنا لا نطب للنقاش يعني نروح بالنقاش الثاني. قلتوا سلمناهم 5 طلعوا من 5 ما نسلم. اسمح لي احنا رجاء من مش تفضل. افلح من صلى على محمد وآل محمد. خويا احنا هاي القضايا اللي صايره عندنا العرك موجود، واللي يعاركون 10 15 20. احنا الموجودين ابو سعد هسه من نظل ساحتين احنا رايدين 6. هاي الياويد ما تعطينا ال6. الياويد مش سواعد، السواعد حتى من يقولوا لنا 6 يطبون مرض، يقول لك هذول دخلت كذبوهم كلهم بالسجن ما لنا شغل. بس احنا من يظلون بالحكومه، هذا اللي يظل بالحكومه هم راح يخسر وهم راح يعطي دفاتر. يلا يطلع يا ابو جبار. احنا نخصص 2 تشتال، واحد ملزوم واحد يا تخصصون خصصوه، ذولاك يبقون بالدعوه توفونا الفصل يتنازلون من عندهم. هذا اللي موجود عندنا كله. احنا من رخصتك بس من رخصت. والبيوت عمي ما لي يوفونا ما يوفونا، انتم ما ترضون. هم جيراننا الحائط على الحائط،
يصير البيوت ما يرجعوا لهن حتى ورا الفصل يا ابو سعد، ما ترجعوا لهن ورا الفصل، وهذا الحكي الموجود. ابو سعد من رخصتك، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، حكوا الساده وحكوا الجاويد، واحنا المعنيين هم ما قصروا طبعا اللي حكوا، بس هم سمعوا من عندنا عبد العباس حمو سالم الشياع. بداية أشكر الضيافة والترحيب والاستقبال، حقيقة شيء يسر أنه سراي يفرغون مكاناتهم ويقعدون بصفحتهم، وفعلا يعني أنا الوجوه اللي أمامي هم أخوتنا، هم كأنه قاعد في مضيفي بين أهلي، وإحنا أبو فراس العفو، إيه احنا ابو جبار ندين ونستنكر العمل اللي صار، وهذا صدقوني تعرفون السواعد احنا وياكم متعاقبين، لا هي من اخلاقنا ولا هي من عاداتنا، لكن هذا فعل الشيطان، والشيطان اشطر منا كلنا. احنا ابو سعد على هذا الذنب اللي صار نقرنا هالجاويد على رأسنا السادة، مشايخ العراق رؤساها، أعمامنا السواعد كلهم موجودين، شيوخ ورؤساء كلهم موجودين، جايين على شيء واحد وهو رضاكم. عندنا ذنب وعندكم ضحية وعندكم دم، جاي نرضيكم. أنا شيء ألمني يا أبو إدريس، شيء ألمني أنه عندكم عتب وعندكم زعل، هسه حقكم ما لومكم، لكن مع ذلك يعني كان عندي امل انه بمجرد ما تلاقى الوجوه شويه يخف ابو جبار، شويه يخف هذا الزعل. ابو فراس اول مره اشوفه هيك زعلان، زين ما ادري شنو، زين في كل الاحوال احنا جايين نرضيكم. ابو سعد قضيه شويه بيها تفاصيل، تحملونا واحنا نتحملكم، انتم مدللين، احنا جايين ما نقوم الى ان ترضون، لكن احنا نقول لكم هاي الجاوي وهاي النقله راعوها ورضوها، وشكرا جزيلا. طلبنا مليار مطلبنا، والمليار ما يسد بنا، ما يرجع اصبع من عده، صدقني. اي والله. زين زين. اهلا وسهلا بالكل، اهلا وسهلا بالكل. ابو جبار طيحان انت السادة طيح خمس السادة أول مرة، خمس السادة مو مثل قبل، خمس السادة قيمته 200 مليون. قبلهم بالمية 50 بالمية 100، هسه خمس السادة واقع. ايش كثر خمس السادة من المليار؟ 200. ها؟ بقى 800. الياويد المنقولة كلها الياويد، كل عدة عشائر، خلينا نكرر مرتين ثلاثة، لهم 200 400. أهل العطوة نريد نختصر الطريق، أهل العطوة اي أهل العطوة قبيلتين لو 3 لا 2. ابو سعد عمي اهل العطوة اي نعم نعم. نعم نعم. اي طيحت لهم 200 بعد ما طيح السادة. هاي السادة طيحت لهم كلهم. بعدين هو بالنسبة لله العطوة لهم 100. وشدوا راياتكم، هيا جزاكم الله خير. ديواننا كبير،
وإرادة تطيعه تفضلوا عليه. احنا هسه بقى عندك 500. لا بقى عندك 500. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. وشيخ وقعنا لهم مرتين، من مرة وقعنا لهم لأن أهل عطوة، المرة الثانية جعلناهم ويا الياويل وطيحنا لهم ال 200 المتبقين، فاحنا طيحنا لهم. افلح مطلع على ابو محمد وآل محمد. حج محمد خدعان من اهل العمارة الهليجي مال بيت تغير. ابو جبار كفى ووفى، لكن عندنا شغله قضيه غير يريد اوضحها. البلد بال 2014 تعرض الى هجمه كبيره، البلد سقط، وهناك من انقذ البلد اللي هو تسمى الفتوى الجهاديه. هاي الفتوى الجهاديه لها وقود ولها دماء سالت، وانا من ضمن الناس اللي اعطيت 3 شهداء وهاي هويتي، 3 شهداء على الفتوى المرجعيه. فما اريد للشهداء، اريد للفتوى المرجعيه الخاصه اللي انقذت البلد. لولا هذه ما قعدنا ببيوتنا هنا. جزاك الله خير، جزاك الله خير ان شاء الله. شي بالسعوديه وشي بتركيا. فاريد عمي ابو جبار، وانا جاي من الكحلام من العمر من ينبيت حسن تويري. ان شاء الله ان شاء الله واريد للمرجعيه وللشهداء. بن عمنا انت، بن عمنا على الراس بن عمنا. اول مره جايين كلهم على راسنا وعلى عيننا. انا ما يعني مثل ما يقول شخص عن شخص، طيحت الكل طيحت 200. يعني طيحت 200 للكل. لسه طيحت 200، لاهل العطوه طيحت 100، ظلت 500. شدوا رايتكم واهلا وسهلا بكم. اغادي تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. أبو سعد البخليفة، احنا اليوم قعدتنا مركزية وكل السراي قاعدين اليوم، وهذا مثل طين الخاوة. اليوم عد الساعدي باكر عد السراي. احنا اكو جغرافية حايطة علينا، اكو منطقة حايطة علينا. احنا زدنا اليوم عن الجغرافية اللي حايطة علينا تنوخذ غيبتنا، واحنا كنا عندنا حمايل. التعشاك يا صاحب تغداني، مو شرط اليوم عند الساعدي واحنا معصومين. السراي هم يصيب وهم يقتل وهم كذا. انت اوصل لنا للرقم الماشي بالجغرافية، وبعد لا طيح الزيد ولا العبيد. هذا اللي اقول لك بيه. واليوم الدم غير قابل للجدال. هسه احنا جاي نحس اليوم البخليفه كان هي المطلوبه من المجتمع. وشوف العرك على ابو جبار وعلى داي. انا بخدمتك. اليوم كل الحضور جاي لخدمه الدم، بسادته، بعشايره، بجاويده. اليوم السواعد كل هذا وتشوفه قليله بنقلته لعمامهم واخوتهم وخوالهم البخليفه، لتطيب خواطرهم، رد اعتبارهم. هذا دمهم، الدم مختلط هم وياهم. اليوم ما نريد نطلع من الطور ولا نتعب ارواحنا ونطلب هالمليارات ونسولف هالسوالف اللي هي تاليتها تتعبك وتتعب وما لها جد واشرب. فشلتك وتعال طيح للسيد وطيح للكوت وطيح للعماره، واليوم اللي ما التفت لو ما اشوفه يزعل علي. ما ذكرت، وهذا ما اشوفه حاله مو صحيه بينا، والله حاله مو صحيه. مو من يمنا، عندنا دم متعارف عليه عشائريا. اول والرئيسي انه هاي البيوت الموجوده من بيت الخليفاوي ما لهم كل رده، حتى انهاء لهاي الفتره. جيران هم جيران مولانا عبد شيخنا الجليل، احنا 3 بيوت عندنا داير مدايرنا. احنا ما بدنا هذا الحكي يصير، بس لانه درعا للفتنه، انهاء لهاي المشاكل. هاي الجلسه من صارت وقعدت نريد ان احنا نصلح، ما نريد نخرب، نريد نعمر، ما نريد. لكم الجلاله بما فيهم سادتنا سيد رسمي ابننا واخونا وعمنا وكبيرنا ورئيسنا اللي يؤمر به، وكل الساده احنا حاضرين. احنا جايين وياكم، احنا نريد ان هذا الموضوع ما نريد انه انتم تطلعون
خوش وادم، بس يا للاسف شلعوا قلوبنا قلوبكم الكم الجلاله كلها. ابو اي ابو حسين احنا بعد كل ساعه نرجع لهذه الشغلات هذه. اي 105 4 حدتين بعد روح 3 بيوت عندنا داير. احنا شيخ من فضلك احنا نريد نوضح الامور، نقول احنا ذول الناس ما عندنا كل احد يجيب لنا لا من بعيد ولا من قريب التنازل عنهم، لان ذول احنا نعتبرهم هم اهل الجريمه. سيف ابن علي، مصطفى ابن علي، احمد ابن سيف، علي بن حسين، ذول المشتركين بعمليه القتل، واحد من عندهم داخل التوقيف و3 خارج السجن. اما المتبقين فذاك بحث اخر يجي في وقته، وان شاء الله احنا وياكم مو عليكم. 2 احنا تقديرا واجلالا وللساده اللي جتنا من الكوت واللي امرنا بها عمي ابو جبار، جبنا طاريهم والهاي التطياح لهم، هذا 50 مليون، البقت عندنا مبلغ 550، مو تمام؟ المبلغ المتبقي 550. 500 ابو سعد احنا طيحنا 400 مو؟ و100 طيحنا 500. هسه اذا مولانا جيبوا لنا الرايه وشدوا رايه كم؟ ب 450. ها؟ احنا اي انت شنو؟ اقول لك انت لك الجلاله، انت لك الجلاله. لا خلي اي هلا بيك هلا. نعم نعم اي نعم واضح والله عين غطا وعين فراش. حضرتك من فضلك اقول لك عاد يحكي لا اقول لك ما يخالف. شوف اقول لك انت جنابك ان شاء الله الناقله العطوها الك كل الجلاله والك كل التقدير. احنا لا حد يحكي اقدر احكي وياك؟ لا ابو خليها ببالك سيد رسمي. عماد اطلع اشتغله. صلوا على محمد وآل محمد. وين عماد يا ابا قعدوا قعدتنا هون قاعده، لا تخربون قعدتنا، استريحوا. صلوا على محمد وآل محمد. استريحوا عماد، استريحوا الشيخ محمد وحيدر اتفضل الله يخليك اطلع، ما اسمح لك تطب الديوان، اتوكل اطلع. احنا بدنا نحكي وحكينا مركزي، كل انسان جاي الى الجلاله والى التقدير والى الاحترام، احنا خدام لكل انسان، خلوها ببالكم. مولاي اعزائي احنا ان شاء الله ما نقول لك احنا افضل الناس. انا ترى السعدي الكورجي الشيخ عبد العباس قبل 5 سنوات 7 سنوات قتلت عده قتل، والله خلاني وصلت 3 فصول مع احتراماتي على راسي خليه. اذا ناسيها اذكره اقول له اني من قتلت السعدي خليتني احول عده شناني لان المقتول امه شنانيه، وخليتني احول عده الغراوي لانه مرت المقتول غراويه. اسمح لي من فضلك، القاتل صدقوني وباخذ كل بخيت، وهاي الساده وهذا سيد صبيح وسيد رسمي علي وعلى عافيتي. القاتل الخليفاوي لحد الان محكوم بالاعدام، وحقك وحق لا اله الا الله. احنا مشينا وقلبنا العالم عجنانه بويا، احنا حاضرين، تاخذون فلوس تاخذون غرامه شو تسمونها سموها، بس تنازلونا من الولد اللي تردون احنا حاضرين. احنا ما نريد نعامل مع احتراماتي الشديد على عيني وعلى راسي. كورجة قبيلة معروفة من قبائل السواعد، والى الجلالة الشيخ عبد العباس، وهذا البيت الى الاحترام والى التقدير، واحنا هذا اللي سويناه. سيد رسمي هاي احنا حاسبينها حساب سيد، هاي عليها صم ها اخويا. والثانية من نواريكم الصورة مال الزلمة المطقوق، والله العظيم من تشوفون الزلمة المطقوق تقولون هذا ميت، خل ميت هذا وهو خاله.
هاي هم عليها الصام. فانتم خويا احنا ابو الفصل مالنا المتعارف عليه بالمدينه وبغداد 150 مليون. عاشت ايدك. احنا ماخذين فصل 150 مليون. نعم. ال50 ضفناهن على الموضوع مال هاي الهوسات الهوسها ومال الزهده اللي زهدني وبقى شهر زمان نايم بالمستشفى وما وصلني، حتى يكون واضح لا حد يقول باشر السراي ياخذوا 200 مثل ما اخذوا ما اخذنا مثل ما اخذوا الكورجه.